السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. معاكم هدى عبد المنعم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البوك الجميل ده، بوك فكة بشكل جديد وستايل مختلف. هنستخدم إبرة رقم 4.5 وخيط مكرمية مصري متوسط السمك. هبدأ بعمل عقدة بداية وبعدين 9 سلسلة. هعمل سلسلة ارتفاع وهلف وهشتغل في ظهر السلسلة وهبدأ من تاني واحدة. هنشتغل غرز حشو في كل السلاسل. هبدأ الأول هشتغل 4 غرزة حشو في 4 سلاسل، وفي الغرزة رقم 5 هنعمل تزايد ب3 غرز. رقم 5 هشتغل فيها 3 غرزة حشو. وبعدين هشتغل 4 غرزة حشو منفردين في 4 سلسلة. هذه الغرزة رقم 4. هرتفع سلسلة وهلف وهشتغل تحت الحلقتين غرزة منزلقة، وبعدين هلف الخيط على الإبرة، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل نص عمود، بعد كده منزلقة، بعد كده نص عمود بدون تزايد. السطر ده مش هنشتغل فيه تزايد. منزلقة ونص عمود. هكمل السطر بنفس الطريقة. الغرزة دي بتبقى مجسمة وبيبقى شكلها جميل جدا في الشغل. السطر عندي قفل بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقة الخلفية غرزة حشو، اللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو. بعد كده 3 4 5 في الغرزة رقم 6 هشتغل تحت الحلقتين، هشتغل 3 غرزة حشو في نفس المكان. وبعدين هكمل تحت الحلقة الخلفية بغرز حشو منفردة، كل غرزة فيها غرزة واحدة بس. خلاص السطر خلص. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل. هبدأ تحت الحلقتين بمنزلقة، بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده منزلقة، رابع غرزة نص عمود، الخامسة منزلقة، والستة غرزة نص عمود. والسطر ده زي ما اتفقنا ما بنشتغلش فيه اي تزايد، بيبقى السطر كله ببدأ بمنزلقة وبعد كده بشتغل بعدها نص عمود، وهكذا منزلقة نص عمود منزلقة نص عمود لغاية آخر السطر. خلص السطر كده.
هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقة الخلفية. غرزة حشو، ادي 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 غرز حشو. في الغرزة رقم 7 بشتغل تحت الحلقتين 3 غرزة حشو في نفس المكان. بعد كده بكمل السطر بغرز الحشو في الحلقة الخلفية بس، غرز منفردة، يعني تحت كل غرزة غرزة حشو واحدة بس لغاية نهاية السطر. خلص السطر كده، برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل غرز حشو، غرزة قصدي منزلقة. بعد كده نص عمود. السطر ده مش بنعمل فيه اي تزايد، بنشتغل السطر كله كل غرزة فيها غرزة واحدة بس. بنبدأ بمنزلقة وبعديها نص عمود وهكذا لغاية آخر السطر. ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل وهشتغل تحت الحلقة الخلفية بغرز الحشو. زي ما احنا شايفين السطر ده مش بشتغل فيه تزايد لانه السطر الاخير عندي. بنشتغله كله في الحلقة الخلفية بدون اي تزايد زي ما احنا شايفين بالظبط. ومنساش طبعا اول غرزة واخر غرزة. خلاص كده ده اخر السطر. هبتدي اعمل اطار او برواز للقطعة اللي في ايدي دي كلها. هشتغل داير ما يدور كده على كل السطور، كل سطر فيه غرزة حشو. طبعا بنبدأ من اخر حتة انتهينا فيها وبنلف على القطعة كلها، وباخد الخيط معايا بحيث اني اداري اي خيوط طالعة واثبت الخيوط معايا كمان وانا شغالة. بشتغل غرز حشو واعد الغرز اللي انا شغلاها عشان في قطعة تانية بنشتغلها بنفس النمط ونفس عدد الغرز. وهاجي عند الاركان كده وهشتغل غرزتين حشو في نفس المكان. هنشتغل القطعة كلها غرز حشو في كل السطور.
دلوقتي وصلت لاخر غرزة عندي، وقبل ما اعمل الغرزة الاخيرة بقص الخيط واشتغل فيها منزلقة سحرية، يعني بشتغلها بحيث ان هي ما تبانش ان هي دي قفلة سطر. بسحب الخيط من الغرزة الاولى، وبعدين بدخل تحت الحلقة الخلفية، تحت الحلقة اللي تحتها كمان، وبسحب الخيط منها لتحت، بيديني شكل الغرزة العادية مش شكل غرزة المنزلقة خالص، بيبقى شكل القطعة كده. بنثبت الخيط وبنداريه. بنقص بالولاعة، بيبقى كده القطعة اللي في ايدي اوشكت على النهاية. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. دلوقتي بغير اللون عشان اعمل اطار من لون تاني. بسحب الخيط وبشتغل غرزة سلسلة، بدخل في نفس المكان وبشتغل غرزة حشو، ودي هتعتبر اول غرزة. بشتغل بقى في كل الغرز اللي هي غرز الاطار او البرواز دي، بشتغل فيها كلها غرزة حشو لغاية فوق. يعني انا بلف الثلاث جوانب اللي من تحت، وبسيب الجنب اللي من فوق هو اللي مش بشتغل فيه، بشتغل فيه بغرز الحشو. خلصت السطر، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل سطر من غرز الحشو فوق السطر اللي انا اشتغلته. هيبقى عندي سطرين من غرز الحشو باللون اللي هو المختلف، اللون الجديد. برضه هنشتغل لغاية ما اشتغلنا كده زي ما احنا شايفين. مش باخد الاربع جوانب، لا، بسيب الجنب اللي من فوق هو اللي مش بشتغل فيه، وهشتغل الاطار من الثلاث جوانب. خلاص كده هنسحب بقى الخيط، هنزود حوالي متر عشان نخيط بيه قطعتين، لان احنا هنعمل قطعة تانية انا اوريدي عاملاها ومخلياها، وعملت القطعة دي معاكم علشان اقصر عليكم الفيديو. يعني شايفين نفس المقاس ونفس الغرز ونفس الالوان. هنطبق القطعتين مع بعض وهنبدأ نخيطهم. بجيب ابرة التنظيف وبشتغل بيها. هندخل بالخيط في اول غرزة قصاد الغرزة اللي هي الأخيرة في سطر الحشو الأخير اللي احنا اشتغلناه، وهنخيطها خياطة عادية جدا، بس هتبقى في الحلقات الخلفية. الناحيتين هيبقوا قصاد بعض في الحلقات اللي هي اللي من بره يعني. بتتخيط بشكل سلس جدا وسهل ويسير، وما فيهاش أي مشاكل.
بأي طريقة حابة تخيطي خيطي، المهم ان تبقى الخياطة نظيفة وشكلها منظم ومرتب، وتطابقي نعمل تطابق بين الغرز وبعضها علشان ما يحصلش اي اوجاج في الشغل بتاعك. وصلنا كده لنهاية السطر، يبقى خيطنا القطعتين مع بعض على الاخر. شايفين بقى شكلها ظهر ازاي؟ بقى شكل البوك جميل جدا. ممكن نكبر القطعة ونعملها شنطة. دلوقتي حابة اعمل بق للبوك بتاعي علشان اركب فيه السوسته وفي نفس الوقت اديله منظر جمالي يكون شكله حلو. هعمل نفس ما عملت آه لما لضمت الخيط في القطعة اللي كنت عاملاها. هسحب الخيط وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو، وهعتبرها اول غرزة عندي، وبعد كده هشتغل في كل الغرز غرزة حشو واحدة بس. ما ننساش كل مرة بناخد طرف الخيط معانا. هحاول في الجزء اللي هو بتاع الاطار ده وهشتغل فيه غرزتين تزايد عشان ما يبقاش البق عندي ضيق، ويبقى مناسب لاني ادخل ايدي جوه البوك واسحب منه فلوس، اسحب منه محفظة، كارت، اي حاجة انا حطها جواه ما يضايقنيش. خلاص كده خلصنا. هنقفل بمنزلقة وهنداري الخيط معاه، هنحاول نثبته ونداريه بحيث انه ما يبقاش شكله وحش. قبل ما اداري الخيط بقى هشتغل غرز منزلقة في كل الغرز. طبعا مش عايزة تشتغلي غرز منزلقة وخايفة لحسن الشغل يضيق منك، ممكن تسيبي ايدك وانت بتشتغلي، ما تشديش على الخيط عشان ما يزرزرش يعني، لان غرز المنزلقة بتضيق معايا الشغل، فانت مش عايزاها تضيق. حاولي تريحي ايدك في الخيط. خلاص كده خلصنا السطر، وهنقفل وننضف، ويبقى كده خلصنا القطعة اللي في ايدينا. فاضل نعمل لها اي شكل جمالي ونركب لها سوستة. هنجيب اي لوجو معدن او اي شكل ماركة او اي شكل زينة او اي حاجة وهتحطيها عليه. طبعا ده اختياري، لو عندك خرز حابة تحطي خرزتين او حاجة بشكل حلو يعني ممكن تحطي، بس ده اللوجو ده كان عندي فانا حطيته، خلى شكلها تحفة جدا. بعد كده بنركب السوستة وخلاص على كده. ده شكله قبل السوستة. دلوقتي هنجيب السوستة بتاعتنا والخيط والإبرة ونبتدي نثبت السوستة من الآخر كده وبعدين نخيطها. الجزء بتاع السوستة ده بيبقى بالنسبة لي أكتر حاجة رخمة
في تقفيل الشغل. هنثبتها كويس وبعدين هنخيط. وخلاص كده البوك شكله جميل جدا 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 وتحفة قوي. شايفين؟ ممكن نكبره ونعمل شنطة، يعني يبقى حجم متوسط، شنطة للبنات. والسلام عليكم ورحمة الله.